بص معايا على اللمعان ده مش منظر وخلاص، ده شاهد عيان على رحلة معقدة جوه باطن الأرض. اللمعان ده مش ذهب ولا فضة، ده كريستالات سيليكا ناعمة جدا اتكونت لما محاليل غنية بالسيليكا عدت بين الشقوق الصغيرة للصخرة دي وسابت وراها اللمعان ده. لكن ليه اللمعان ده حصل بالشكل ده؟ السر كله في حجم البلورة. لما تكون البلورات صغيرة جدا في نطاق الميكرون بتكسر الضوء وتعمل التأثير اللامع ده اللي بنسميه سباركلينج افكت. اللي بيحصل جوه الصخرة ده جيوكيميائيا بسيط وعميق في نفس الوقت. لما المحاليل المائية الغنية بالسيليكا بتمر في الشقوق بتكون قادرة تشيل السيليكا طالما درجة الحرارة والضغط مناسبين. لكن أول لما الظروف تتغير المحلول مش بيقدر يشيل السيليكا أكتر، فتبدأ تترسب على هيئة كريستالات صغيرة واحدة فوق التانية لحد ما تعمل اللمعان اللي انت شايفه ده. والكريستالات دي بتترسب تحديدا في أماكن الشروخ والفواصل القديمة، ودي بنسميها في الجيولوجيا سكندري سيليكا أو السيليكا اللي بتيجي بعد تكوين الصخرة الأم.